الله 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 يا جماعه، هو الواد منه سفيف وفرع حبتين افتكرتوه سيرجيو بوسكيتش بجد ولا ايه؟ ايه الحكايه بالظبط؟ تعالوا بينا نعرف كل التفاصيل. اهلا بيكم في حلقه جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقبل ما نروح لموضوع سيرجيو بوسكيتش الغلابه ده، تعالوا نتوقف الاول مع العنوان اللي داير في كل الاعلام على النادي الاهلي. بيقول ان النادي الاهلي في ورطه قيمتها 50 مليون جنيه عشان يوجد مكان للمهاجم الاجنبي الجديد اللي عايز يجيبه على مدار الايام اللي جايه. ايه الموضوع بالظبط؟ برونو سافيو البرازيلي رقصه سامبا، صاحب اللمسه او اللمسه الحلوه واللي ما بيفكرش مرتين. كنت معاكم في اخبار عن برونو سافيو من يومين او 3 ايام تقريبا، واتكلمت عن الموقف بالكامل واخر مستجداته. طيب في جديد يا دوله؟ في جديد يا جماعه. على مدار الساعات اللي فاتت طلع احد الاعلاميين دون ذكر اسماء، وهو بيحسب في الاعلام على انه من اعلاميين النادي الاهلي، طلع يتكلم وقال ان في ازمه كبيره تضرب النادي الاهلي على مدار الساعات اللي جايه. ايه الموضوع بالظبط يا كابتن؟ قال لك ان النادي الاهلي وبرونو سافيو متفقين على ان هم عايزين ينهوا علاقتهم مع بعض. ايه خلاص، لا النادي الاهلي محتاج اللاعب ولا اللاعب عايز يكمل في النادي الاهلي. طيب كلام جميل، ايه بقى المشكله؟ قال لك المشكله في طريقه انهاء التعاقد. النادي الاهلي عايز يبيع اللاعب طبعا عشان يستفاد منه، في حين ان اللاعب من الاخر حاطط العقده في المنشار. بصوا يا جماعه، عايزين تمشوني اهلا وسهلا، ما عنديش مشاكل، هيكمل واخد المرتب بتاعي كله وانا ما عنديش مشاكل ان انا اقعد، يا اما افسخوا عقدي دلوقتي وادوني كل المرتب بتاعي، او ممكن نوصل لحل وسط ان انتوا تدوني على الاقل نص باقي العقد بتاعي وافسخ التعاقد بتاعي بالمجان ويا دار ما دخلك شر. في كلا الاحوال يعني بنتكلم على اقل الظروف، بنتكلم في خساره مليون دولار، او على اسوأ الظروف خساره $1,800,000. المشكله يا جماعه ان الاخبار دي فتحت باب اخبار في اعلام نادي الزمالك على التأليس بقى على اخبار النادي الاهلي، رغم ان هم فيهم اللي مكفيهم يعني، والضرب في الميت حرام. ابتدوا يقولوا لك ايه بقى؟ طب بصوا يا جماعه احسبوها معانا كده، برونو سافيو جه النادي الاهلي ب$1,500,000. اللاعب لو هيمشي وعايز ياخد العقد بتاعه بالكامل يبقى $1,600,000. يعني احنا بنتكلم في $3,100,000. يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده النادي الاهلي خد الجائزه بتاع بطوله افريقيا من هنا وراح اداها للاعب اللي جابه من بدايه الموسم وما لعبوش من هنا. لا 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 يا جماعه، احنا بنطالب بتحقيق في اهدار المال العام اللي بيحصل جوه الاهلي ده. الله، طب احنا كده نقلق يا دوله من الاخبار دي؟ لا لا، تعالى بس هقول لك على كل حاجه وصحصح وفتح مخك معايا كده، وعايز اقول لك ونبتديها ان مصائب قوم عند قوم فوائده. يعني ايه يا دوله؟ تعالى اقول لك بالظبط. اولا كده يا جماعه في مطالبات جماهيريه عنيفه ومظاهرات على السوشيال ميديا بالنسبه لجماهير نادي بوليفار لعوده برونو سافيو وفرانشيسكو داكوستا، الاثنين اللعيبه السابقين لنادي بوليفار، عشان يرجعوا خلال الايام اللي جايه. طب هقول الموضوع يعني توقف على موضوع المطالبات الجماهيريه؟ هقول لك لا، بتصريحات رسميه هتسمعوها في الاعلام كله على مدار الساعات اللي جايه ان شاء الله من مدرب فريق نادي بوليفار بانتا سان جوزيه، المدرب اللي كان بيدرب قبل كده في نادي الاتفاق السعودي وفي مجموعه من الانديه السعوديه. طلع واتكلم على مدار الساعات اللي فاتت واكد ان هو سامع اخبار عوده برونو سافيو مره ثانيه، وبيتمنى ان هو يبقى موجود داخل الفريق. هو ما دربوش او ما حالفوش الحظ ان هو يدربه خلال فترات سابقه، لكن منتظر ان هو ينضم للفريق عشان يستفاد منه على مدار الايام القادمه. وهنا بقى نيجي يا جماعه للمقوله اللي انا قلتها لكم بتاعه مصائب قوم عند قوم فوائده. مصائب ان النادي الاهلي الموسم بتاعه شغال لغايه دلوقتي ومش هينتهي الا في نهايه شهر 7، دي في نفس الوقت ولحسن الحظ يعني فايده للنادي الاهلي. ليه يا جماعه؟ تعالوا نحسبها كده. النادي الاهلي مش مستعجل لغايه دلوقتي على ان هو يتخلى عن احد محترفينه الاجانب، لان النادي الاهلي على ارض الواقع ومتابعين معاكم يوم بعد الثاني لغايه اما لساننا الدلدل ما خلص صفقه المهاجم لغايه دلوقتي، وفي نفس الوقت الموسم ما انتهاش. لكن للصدفه بقى الجميله بالنسبه للنادي الاهلي، فاكرين النادي الاهلي تعاقد مع برونو سافيو امتى؟ تعاقد معاه في سبتمبر 2022 بعد ما اللاعب كان بيخلص الجوله ال16 او ال17 من الدوري البوليفي هناك. التوقيت ده يا جماعه هو التوقيت الخاص بفتح باب سوق الانتقالات الشتويه هناك. وللصدفه السعيده جدا نادي بوليفار دلوقتي في الموسم هناك بيلعب في الجوله الكام؟ داخل على الجوله ال17 او ال18، وسوق الانتقالات اتفتحت من شويه وقربت انها تنتهي على مدار الاسبوعين اللي جايين. عشان كده يا جماعه المطالبات هناك شغاله على ودنه، واللاعب هو اللي بيحاول يضغط على اداره النادي الاهلي، مش اداره النادي الاهلي هي اللي محل ضعف. اللاعب فعلا طالب جلسه على مدار اليومين الجايين عشان يحل الموضوع ده ويلحق سوق الانتقالات هناك، والنادي الاهلي قال له قوي قوي يا معلم، بس بص خلي بالك وحط في حساباتك من دلوقتي قبل الجلسه دي. انت بتقول ان انت عايز قيمه العقد بتاعك بالكامل، رغم ان احنا عارفين ان انت هتخرج من النادي من هنا هتروح للنادي القديم بتاعك من هنا، مش هتتنازل معانا عن الشروط بتاعتك ومش هتخلي النادي الاهلي يستفاد منك قوي قوي، هتفضل معانا لنهايه الموسم، والموسم الجديد هندخلك في قائمه الانتظار بتاعتنا. ويبقى قدامك حل من اتنين، بتطالب بكامل العقد بتاعك خلاص اديك قاعد وبندفع لك الراتب بتاعك مفيش اي مشاكل، لا اما هتزهق في النهايه وانت اللي هتطلب فسخ التعاقد وبالتراضي. كانت دي الصوره بالتفاصيل، فنيجي بقى لسيرجيو بوسكيتش الغلابه يا جماعه. محمود حماده لاعب نادي فاركو اللي النادي الاهلي بيحاول حاليا يخلصه على مدار الساعات اللي فاتت. اخبار غريبه جدا. وليه يا جماعه الاخبار غريبه
غريبه، لان زي ما قلت لكم نادي الزمالك ما هواش قادر يدفع قيمه اللاعب، لكن دخل نادي زد، النادي الجديد بقى اللي هيطلع لنا مقدر جديد في كل الصفقات، عارض ان هو يلبي طلبات فاركو بدفع حاليا 30 او 35 مليون جنيه. نادي فاركو مش عاجبه وعايز يوصل المزاد ل 40 مليون جنيه، وهو ده اللي طالبه من النادي الاهلي دلوقتي. والله عايزين اللاعب يدفعوا 40 مليون جنيه. طبعا ده هزل اللي بيحصل عندنا في الكره المصريه، وتسعير لاعب زي محمود حماده داخل في 30 سنه لسه عشان بيلعب ثالث او رابع مبارياته الوديه يتسعر بالتسعير ده. انا زي ما اتفرجت على اللاعب اكتر من مره هرجع واقولها مره ثانيه، محمود حماده والله يا جماعه حرام يدفع فيه 10 مليون حتى. وبس، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في حلقه ثانيه بعد شويه، وشكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.